واحد من بلدياتنا هذا كان يشتغل مع صاحب شركة تقسيط يقصدون، يقول وجلس معه ما يقارب 20 سنة. سبحان الله توفى صاحب الحلا. بعد ما توفى قرش هذا الموظف أملاك الشايب ذا وراح لديرته، قيل انها حول 8 مليون، وجاء لديرته ومبسوط شيء يغنيه الى لين يموت. زوجة الشايب ذا علمت ان زوجها كان غني ومات وعندها املاك، ويوم جت تشيك البنوك تشيك ولا ريال، هذا قرشها كلها. المهم انها تتبعت امر الموظف هذا وذا لين عرفت منطقته وديرته وسافرت. بعد ما انهت العده سافرت بعد ما تشيكت على الاوضاع وجت لعندهم، وقابلتها كبير البلده هذه واعطتها الخبر وقال حنا بنجيبه. وتاثروا من قصته. قالت انا عندي ايتام وعندي قصر وعندنا ارتباطات وعندنا التزامات وعندنا ديون وعندنا امور ما ندري كم اللي لنا وكم اللي علينا. قال بندعيه ان شاء الله ما تروحين الا وانت راضيه. استدعوا الرجل قال جحيد وامر بعيد. حاولوا فيه اتق الله ستقف امام الله، لا تاخذ اموال ايتام، لا تاخذ اموال. قال ولا شيء عندهم شيء يثبت يجيبون، عندهم شيء يثبت. نسى قوة الله وعلم الله سبحانه وتعالى وقدرة الله الذي يعلم السر وأخفى. قال أنتم ايش يجيبونه يثبتونه؟ قالت المرأة والله ما عندنا شيء يثبت، حنا ما ندري بشيء، حنا ما نعرف شيء ولا ندري ايش. بعد ما حاولوا فيه طلع منهم قال أنا ما عندي لكم شيء. طلع خرجت عند الباب التفتت على كبير البلدة هذه قالت ما أقدر، كثر الله خيركم جزاكم الله خير على الضيافة وعلى الاستقبال، لكن أقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل هو اللي بيكفيني. خرج. يقولون ان صاحب البلده هذا ما زاد يقدر يقوم حتى انه يودعها ولا شيء، ما زاد يقدر، خاف من كلماتها، ارتعب. وراحوا قال يا اخي المراه هذه جعلت الحكم والقاضي بينك وبينها الله، اتق الله حاول تتخرج قبل تسافر من الديره. قال ما عندي لها شيء. يقول سبحان الله كأن هذاك دخل في مشروع وكذا وخسر جميع الفلوس. يقول والله اني اعرفها الان وانه يشتغل بواب. يقول والله انه يطلب حق السجاره ما يلقاه، شغال بواب، وكل من جاه كيف بواب وحرامي، يعني خلاص صارت عليه مسمى في الدنيا انه حرامي، يقولون بواب وحرامي. يقول حتى ما يحطونه على عماير منشأة، يحطونه على عماير توها، يعني ما هي بعمارة قائمة، توها تنشأ، يعني يخلونه بس حارس على عمارة على بلوك كله. فانا اقول لا تنبسط ولا تحس انك انتصرت ان اخذت حق مسلم، وانتبه ان تقف امام الله سبحانه وتعالى وخصمك عبد من عبيد، لان يوم القيامة كل يدور للحسنة.